ولهذا أتمنى أن عقلاء الأمة، فيكم عقلاء وفيكم رجال، أن تجلسوا مع أبنائكم ويكفوا ألسنتهم عن سب أمة محمد. وإلا والله قسما بربي، قسم مغلظ، إن من فتح لسانه على أمة محمد بعدما سمع أن الله تعالى سيخزيه وسيفضحه، وسترون فضيحتهم في هذه الأودية وفي غيرها، لأنه يقول قد أعذر من أنذر. نحن لنا سنوات طويلة نحن نسمع. أنا جلست قلت لكم في السعودية 15 سنة أخطب الجمعة في المساجد، يجونا أولادنا من هنا اللي يروحون، حد في ورشة، حد في بنشر، وحد هنا، يجونا عندي وراك يا سيد خالفت السنة. قلت له اشتغل لك وكل رزقك وتعلم وخلي الفضول. يروح يجيب لي شيخ، تعلم الشيخ حقنا ذا، شوفوا ذا من مبتدعة حضرموت، مرحبا يا شيخ. قال جزاك الله خير. قلنا ايش جزاك الله خير؟ ايش بغيت؟ ايش اللي ناقص عليك؟ قال لحيتك ما كملتها. قلنا بخليها لما عند رجلي. وابش بيتك ايه بيصلح، كل الناس تسوي لها. ايه عملتوا؟ ايه الجديد اللي تريدوه؟ قال نخاف من البدعة. قلنا البدعة موجودة حتى في الحرم، تقدر تقول لا؟ قال اتق الله. قلنا كلنا بنتقي الله. عندكم في رمضان تصلون صلاة التهجد، لا هي في عصر النبي ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين. هاتوا كتبكم، نحن نوافق عليها لأنها تجمع أمة محمد. بدعة حسنة. طيب بدعة حسنة حقتكم ونحن بدعتنا ما هي حسنة؟ بدعتنا نتحارب احنا وعيالنا عليها؟ كبر الكلام. قال تعال جيبوه عند الشيوخ. جابوا لي 8. قالوا تعال هات كتبك. قلنا تفضلوا هاتوا المغني، مغني بن قدامة مذهبكم، شوفوا ايش عندكم فيه. فتحوا الكتاب موجود فيه قيام الليل. قيام الليل عندكم في كتابكم بصلاة التراويح. ما حد جعل صلاة التهجد إلا الآن. ومع هذا نحن نحب صلاة التهجد، لكن كما تصلونها قولوا للناس انها بدعة. خلوا الناس يسمعوا انكم ابتدعتوا في الدين ما ينفع، كما نحن ابتدعنا ما ينفع. هذا كلام أقوله لأجل يسمعونه وينقلوه، وهذا الكلام حصل. وقلت لهم الشيء الثاني، عيالكم وأتباعكم عندنا في اليمن وفي غير اليمن عاملين دوشة في رمضان، صلوا 8 ركعات ما عاد في 20. طيب بطلوها في الحرم، ما انتم ناقلينها بالفضائيات 20 ليه؟ ولا تجاملوا؟ إذن هذا كلام واضح، لا أبغى أدلة ولا أبغى كتب ولا أبغى دوشة. إذن المسألة تسييس. يا أخوانا بعدونا من السياسة، سياسة لكم. نحن نراعي الشعوب ملة. صلي 20 ركعة جزاك الله خير، صلي 8 ركعات توك. لكن تقيم مشكلة في مسجد، تمنع مساجد من الصلاة لأنك أنت تبع النبي ونحن تبع الشيطان. هذا الذي فتن أمة محمد. إذا بس صلي 20 صلي 20. شوف الحرم يصلوا 20 لهم أكثر من 500 سنة أو 900 سنة. وعادك ما تدري أن حرم المدينة كانوا يصلوا في 36 ركعة في رمضان. روح اقرأ في التاريخ. كان مسجد المدينة يصلى فيه 36 ركعة، ومسجد مكة 20 ركعة، وبلاد العالم العربي والإسلامي إلى أن سقطت دولة الخلافة وكل يصلي 20 ركعة. لما جاءت الفتن وجاءت الفلوس وجاء البترول وجاءت الأحزاب ودخل الكافر، فرق أمة محمد وخلى كل حزب بما لديهم فرحون.